السلام بنات، كاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم واحد طاوه البطاطا وجدات في الفرن البنات، تجي اكثر من رائعه، بنينه بنينه ما تشبعوش منها. واهم حاجه هي سهله، تتوجد في رمشه عين، تجي معلكه البنات غزاله. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير، والطريقه اهم من الوصفه. عندي البنات انا هذا جداد اللي محيده له الجلده ديالو، غسله بالخل والملحه، والكميه ديال الجداد البنات على حسب الاشخاص اللي عندكم. انا كما تشوفوا عندي تما 3 الفخيدات وعندي الجنيحات، يعني الدجاج مخلط. عندي البنات هنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، واحد القبيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال الهريسه محرشه، عندي معلقه صغيره ديال السحيطره، ومعلقه صغيره عامره ديال الكمون حبوب، عندي واحد الضامه ديال الزعفران البنات، عندي معلقه صغيره زريعه القزبر، معلقه صغيره الفلفل الاسود، والراس المعلقه ديال الحار السودانيه يابسه، معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره الخرقوم بلدي، الملح على حسب الذوق، وواحد 3 الورقات ديال ورقه سيدنا موسى زيت الزيتون البنات. عندي هنا البطاطا الحلوه، 2 بطاطات حلوات كبار كما تشوفوا، و4 بطاطات ديال بطاطا عاديه. والثوما يمكن لكم تعملوا اي خضره، يمكن لكم تعملوا حتى الجعده البنات اللي كانت تعجبكم، اي خضره متوفره عندكم. انا عملت ما تعجبهم البطاطا ولادي، عملت بطاطا الحلوه وبطاطا قصبيه وبطاطا عاديه، قطعتها كيما شفتوا الرضخات صغار البنات. وعملت الطاوه، خديت الطاوه عملت فيها البابيل اللورنو، غادي نقطع فيها واحد نص بصله، غنفرشها من القاع ديال الطاوه البنات. هذيك البصله يعني باش تتعسن هذيك المريقه، من تذوب ديك البصله هي الاولى، تجينا ديك المريقه ديال الطاوه ديالنا معسله. تنوريكم راه عملت نص ديالها ديال البصله. خديت ديك القبيطه د المعدنوس مع القزبر، قطعتها رقيقه البنات، وخديت 4 الفصوص ديال الثومه راه هذيك الفصوص راه كما تشوفوا راه كبار ماشي صغار، لكن عندكم صغيورين يمكن لكم تضاعفوا الكميه. وصافي هرس ديك الثومه ديالي البنات. غادي يمكن لكم تعملوا حتى الثومه صاينه بالقشور، تعفسوا عليها وتسيوها حتى هي في الطاوه البنات. عملت ديك المعلقه صغيره ديال الهريسه، وعملت ديك انا غادي نعمل شويه ديال الملح على حسب الذوق. غادي نضيف ديك العطريه ديالي وديك الضامه ديال الزعفران وديك الورقه ديال سيدنا موسى والعطريه كامله. هذيك الكمون حبوب البنات تطلق فيها واحد المذاق غزال. غادي نضيف عليها زيت الزيتون، وبطبيعه الحال الكميه ديال الزيت تتوقف عليكم نتوما، الا بغيتو يجيكم يدم ولا شويه ولا يعني نتوما الزيت يتوقف عليكم. عملت واحد شويه ديال الماء وخلطت ديك التشرميله ديالي مزيان، وغادي نرقد فيها ديك الفخيدات نشرملهم وغادي نحيدهم. هاد الطاوه البنات راه ما تحتاجي لا تخلي الدجاج مرقد، راه في بلاصه غادي نعملها في الفران. صافي خلط كما قلت لكم، والكميه ديال الجداد تتوقف عليكم. وانتم البنات كما بغيتو تعملوا نص جداده صحيحه، او تعملوا جداده كامله تقطعوها هكا في النص وتفلحوها وتعملوها، يعني او تعملوها 3 فص جداد بحال اللي عملت انا اللي متوفر عندكم. يعني شرمت ديك الفخيدات وديك 3 فص الجداد ديالي حيدتهم، وليت نفس الشرميله غادي نشرمل فيها هاد البطاطا هادي، وغادي نفرشها البنات. البطاطا ديالي هي الاولى فوق ديك البصله في الطاوه، غنضيف عليها ديك الفخيدات من الفوق البنات، وغادي نعمل انا واحد شويه ديال الطوماطي من بعد مع ديك المريقه. نتوما يمكن لكم في هذه اللحظه من كبيتوا ديك الماء يمكن لكم تزيدوا واحد المعلقه ديال الطوماطي ديال الحك ديال عيشه، او يمكن لكم تعملوا الطوماطي فريتو ديال البريك ديال الطوماطي اللي بغيتو. من بعد ما حملت داك الدجاج ديالي عندي هنايا شويه ديال الطوماطي تشيري البنات، هي شرملتها في ديك التشرميله اللي بقات وضفتها عليها. وغادي ناخذ كما قلت لكم هذيك الطوماطي ديال البريك، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال تمن شي 3 المعالق كبار. لما كانتش عندكم كانت عندكم مطيشه الحك عيشه، هي تعملوا واحد المعلقه البنات وتحركوها مع داك لاصوص وتعملوها عليهم من الفوق. يمكن لكم حتى تستغنوا عليها، ما بغيتوش تعملوا ديك الطوماطي ما تعملوهاش مره. غادي صافي غندير عليها واحد الحبيبه ديال الملح من الفوق،
وصافي البنات. والفران عندي شاعل، نعملها في الوسط البنات ونخليها طيب على خطره، تاخذ الوقت ديالها على خطره البنات تتجمر لي. هذيك الميها اللي عملنا وهذيك الطوماطيط الشارده تزيد تطلق الماء، الخضيره ديالنا تطلق لنا الماء، البصيله ديالنا تجي معسله. وهذا هو الشكل ديال الطاوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران البنات. شوفوا كيف جات مجمره، جات ديك البطاطا طايبه زبده البنات مريقه، جات واقفه مع الكافيه. هذيك البصيله دابت زبدت ولات البطاطا ديالي طايبه كما قلت لكم، طاوه ديال الزربه ولكن راه تجي بنينه البنات. كنتم مجروبين هذه اللي غادا تنفعكم. تنتمنى الاقتراح اليوم يعجبكم، وغادي نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسلامه.